النهارده عيد ميلادي. والحمد لله بيوافق ليله القدر. اللهم اجعل لي دعوه مستجابه، وداعيه لكم كلكم ان شاء الله ويجعل لي دعوه مستجابه. زي النهارده من سنه كان عندي الابتلاء اللي انا حكيت لكم قبل كده عليه، والابتلاء ده كان شديد قوي السنه اللي فاتت. انا بقالي بفضل الله ونعمته بقالي 27 سنه عندي ابتلاء، بس اشتد قوي السنه اللي فاتت. فكنت حزينه جدا وزعلانه قوي. كنت دايما في دماغي، وانا لو كنت ما عملتش كده، وانا لو ما كنتش اتصرفت بحسن نية وطيبة، مش يمكن كان حالي غير الحال ده. كنت دايما لما بشوف اللي ظلمني، يعني قاسي قوي وظالمني جدا وعايزة اشتكي، كنت اروح اشتكي لناس وعارفة ان هم هيأثروا عليه. فالناس دي مرة تسمعني ومرة تكنسل عليا وهم شايفيني دلوقتي، ومرة يعملوا نفسهم مش موجودين ويخلوا حد تاني يرد عليا. كنت لما اللي ظلمني بيجيب سيرتي ويخوض في عرضي كنت بزعل قوي. يا نهار ابيض، لا انا مش كده يا جماعه، انا محترمه، انا انسانه كويسه، انا عايزه اقول لكم، انا عايزه ابرأ نفسي، ما تصدقوش الكلام اللي بيتقال عليا. كنت شاغله بالي جدا وخايفه من اللي هيحصل لي بعد كده، وانا معيش حد ومفيش حاجه اسند عليها، وعايله هم بكره والمستقبل. كنت مثلا تلاقيني قاعده مش في دماغي اي حاجه ولا عايزه استمتع بحياتي. انا عندي ابتلاء ومكمله حزينه وماليش دعوه باي حاجه، لا اقدر اخرج ولا اقدر اعيش حياتي. كنت سايبه كل النعم اللي حواليا ومش في دماغي بس اللي انا عندي ابتلاء في الحاجه الفلانيه، خلاص الدنيا مقفوله قدامي. كنت دايما بقول ان انا راضيه، بس كل اللي كنت بعمله ده حزن وشكوى وامتى هيخلص الموضوع ده. الكلام ده كان من سنه. دلوقتي عايزه اقول لكم ان انا عرفت دلوقتي او فهمت ان شاء الله السنه دي ان الابتلاء اللي انا مريت بيه ده كان اكبر نعمه في حياتي من ربنا. عرفت قد ايه ربنا بيحبني، عرفت قد ايه ان ربنا ابتلاني عشان يقربني ليه، عشان انا دلوقتي بقيت قريبه قوي من ربنا. وحاسه كده يعني الحمد لله، وان شاء الله اكون كده، ان ربنا ابتلاني زي يعني اكثر الناس ابتلاء الانبياء والصالحين في الامثل، فانا اعتبر نفسي منهم ان شاء الله. ان انا ما لما حد يجيب سيرتي ما خلاص ما بقاش يهمني دلوقتي، ولا عايزه ابرر لنفسي يعني ابرر عن نفسي حاجه، ولا اقول لحد انت بتقول عليا كده. لا، قول اللي ظلمني مع السلامه، واللي بيتكلم في سيرتي ويخوض في عرضي مع السلامه، مش فارق خالص والله العظيم. معاد فارق. ان انا لما اتاذى قوي واللي بتلاقي يشد عليا قوي ويبقى صعب قوي، ما اروح اشتكيش للناس، ما اقولش اصل ده هيأثر على فلان، اخليه حتى يدينا اساسيات الحياه اللي نعيش بيها. اصل انا معيش حاجه تخليني اعرف اعيش او اعرف اكمل، ورايا مسؤوليات كتيره. ما اروحش اشتكي لحد، يعني افوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. انا اتعلمت دلوقتي بعد مرور العمر ده كله في الابتلاء، ان انا لما رضيت باللي انا فيه ربنا ارضاني. اتعلمت ان انا الحمد لله ابص على النعم اللي معايا وانا كنت غافله عليها، وكل حاجه همي في ان انا مبتليه وفقدت حاجه معينه، شخص معين في حياتي فقدته، فانا خلاص يعني مش عارفه اعيش من غيره. لا والله العظيم ربنا جعل مع العسر يسر، وبعدين كررها لي تاني، قال هو ان مع العسر يسر، ان مع العسر يسر. فانا شفت اليسر بقى، يعني لما انتبهت للنعم التانية وانا لقيت نفسي ما شاء الله ولا قوة الا بالله في زحام من النعم. عايزاكم السنة دي طبعا، واهم حاجة حصلت لي السنة دي ان انا عندي متابعين واخوات حلوين زيكم. اتمنى منكم تدعوا لي دعوة بظهر الغيب حلوة، وتقولوا لي كل سنة وانا طيبة، وكل سنة وانا راضية بقضاء الله وقدره. واتمنى منكم ان انتوا لو
كلامي ده يمسكم في حاجة وعندكم حاجة في حياتكم شبيهة ليا، اسمعوا مني والله عن خبرة 27 سنة في الابتلاء، وبقولها لكم اهو. الحمد لله، ارضوا عشان ربنا يراضيكم، ما تشتكوش لحد ابدا، ما تخافوش من بكرة في الابتلاء، ما تخافوش من حد ولا تشتكوش لحد ولا تقولوا لحد ده جاب في سيرتي وتزعلوا. انا قضيت وقت كبير من حياتي، استهلكت وقت كبير ان انا عايزه اروح ابرر للناس ان انا مش كده. لا، الحقيقه بتبان والكذب بيتكشف. وكل سنه وانتم طيبين، وليله القدر دعوه حلوه من ظهر الغيب منكم ليا، وانا كمان بدعي لكم والله كل اللي يشوف الفيديو ده، اللهم اجعل دعائكم مستجاب، واللهم بلغنا ليله القدر. انا غاده، اتمنى لكم السعاده، اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.